اهلا بيكم يا جماعه في حلقه جديده من قناه كينج هيستوري. القناه اللي ان شاء الله بتحكي عن كل الحضارات من بدايتها لحد نهايتها في العرب وفي افريقيا وعلى مستوى العالم كله. والنهارده ان شاء الله هنتكلم عن ملك ممكن معظمكم ما يعرفوش وما اتشهرش وما خدش حقه في التاريخ المصري، بس احنا النهارده جايين عشان نوضح حقيقه الملك ده، وهو الملك الثالث في الاسره الرابعه في عهد الدوله القديمه، وهو الملك دجديف رع. دلوقتي يا جماعه هنقول مقدمه عن الملك دجديف رع، وهو دجديف رع او جدف رع، وبيطلق عليه بعض المؤرخين اسم جدف رع او رع دجدف، وهو فرعون وملك مصري قديم في الاسره الرابعه، حكم مصر ضمن المملكه المصريه القديمه. وبيعتبر يا جماعه دجديف رع هو ابن الملك خوفو والخليفه المباشر ليه، وبيعتبر الملك خوفو هو باني الهرم الاكبر، وامه غير معروفه على وجه التحديد، وبيعتبر هو اول ملك مصري بيستعمل لقب ابن رع ضمن القابه الملكيه. وبيعتبر دجديف رع يا جماعه هو اول ما ربط اسمه مع اله الشمس رع، واراد انه يبني هرم زي هرم ابوه في منطقه ابو رواش، بس ما قدرش ينتهي من الهرم ده غير القاعده فقط. ودلوقتي يا جماعه هنتكلم عن عائله الملك دجديف رع. ولما نتكلم عن عائله الملك نقول ان دجديف رع ما كانش هو المرشح الاول لتولي حكم مصر بعد الملك خوفو، بس كان المرشح الاول لتولي الحكم هو كاوعب، بس الملك كاوعب توفى في حياة أبيه الملك خوفو. ولكن يا جماعة كاوعب قتل في حياة أبيه الملك خوفو، وبيعتقد البعض أنه اغتيل في مؤامرة كانت مدبرة خصيصا ليه، كان أحد أطرافها هو الملك دجديف رع اللي تولى الحكم بعد الملك خوفو مباشرة. حتى وإن كان يا جماعة دجديف رع ملوش يد في المؤامرة اللي تم فيها قتل أخيه، فهو بالتحديد يعتبر أول من استفاد من المؤامرة دي. فبعد ما أمن موقعه على عرش مصر أسرع بالزواج من أخته النصف شقيقة الملكة حتب حرس الثانية لمزيد من تأمين حكمه على عرش مصر. وأنجب يا جماعة دجديف رع من الملكة حتب الثانية فتاة تدعى حتب ويعتقد أغلب المؤرخين إن حتب هي والدة الفرعون أسركاف. وتزوج دجديف رع مرة أخرى من سيدة تدعى خنتة إنكاب. بيعتقد يا جماعة أغلب علماء الآثار إن الملك دجديف رع هو أول ملك أضاف إلى أسمائه الملكية لقب ابن رع. واتسمت يا جماعة فترة حكم الملك دجديف رع بشدة الخلافات والصراعات بينه وبين إخوته غير الأشقاء، وكان على رأسهم أخوه غير الشقيق جدف حور اللي مات في عهد الملك دجديف رع، واتوجدت مقبرته بجانب مقبرة أخوه كاوعب. وخلال يا جماعة عهد الملك دجديف رع شرع في بناء هرمه اللي كان في منطقة أبو رواش، وكان من المخطط إن يبقى الهرم ده على نفس تصميم هرم الملك منقورع، بس بيعتقد إن الملك دجديف رع خلع من الملك قبل أن يتمم بناء هرم. وبعد خلع يا جماعة الملك دجديف رع من الحكم ما يعرفش هل مات بشكل طبيعي أم قتل واختفى في ظروف غامضة. ومن المعروف إن أخوه الملك خفرع لم يكمل بناء هرم أخوه الملك دجديف رع اللي من المفترض إنه يكون في منطقة أبو رواش. بالفعل يا جماعة كانت فترة مليئة بالصراعات داخل عائلة فرعون، وانتهت الصراعات دي بخلع الملك دجديف رع من حكم مصر وسقوط حكمه، وبدأ صراع جديد بين اخواته غير الاشقاء وهما الملك خفرع والملك باف رع، وانتهى بتولي الملك خفرع عرش مصر. دلوقتي يا جماعه هنتكلم عن احتفال المصريين القدماء بذكرى الملك دجديف رع، حيث كان يقوم القدماء المصريين بالاحتفال بذكرى الملك دجديف رع حتى نهايه الاسره السادسه، وكان بيقوم 8 من الكهنه برئاسه الاحتفال ده. والاحتفال ده كان ليه آثار عظيمة جدا على الاقتصاد المصري، وخصوصا في منطقة شمال مصر، حيث كان يقوم المصريين بزراعة محاصيل إضافية خصيصا لهذا الاحتفال. وفي منطقة وادي الحمامات بسيناء يا جماعة بتوجد كتابة هيروغليفي منقوشة على الصخر. الكتابة دي بتعود لعهد الأسرة الثانية عشر،
وبتذكر اسم الملك دجديف رع والملك خوفو والملك خفرع، واسمائهم موجودة في خرطوشات متجاورة. وجد برضو في منطقة وادي الحمامات اسماء فرعونية تانية بيعتقد المؤرخين انها اسماء لملوك حكموا مصر خلال الحقبة الفرعونية، وبيعتقد بعض المؤرخين ان وجود اسم الملك خوفو وخلفائه موجود بهدف تمجيد الملوك دول، واعتبروهم كقديسين لحماية منطقة وادي الحمامات في سيناء. ووجد في مدينة قفط على طريق الوصول لمنطقة وادي الحمامات إناء من الأبلستر منقوش عليه اسم الملك خوفو، مما يعني إن المنطقة دي كان بيقام فيها احتفالات في ذكرى هؤلاء الفراعنة. من عهد الدولة المصرية الحديثة يوجد في متحف برلين المصري في مدينة برلين لوحة حجرية تم العثور عليها في منطقة سقارة. اللوحة الحجرية دي وجدوها مدفونة في مقبرة أحد ملوك الدولة القديمة. نقش على حجر سقارة اسم أول، أصبح الاسم ده غير واضح حاليا. يعتقد أن الاسم ده بيعود للملك سنفرو، يليه الملك دجديف رع وخفرع، ومن كاو حور كايو، وبيبي الثاني. وربما بيمثل الجزء ده من لوح سقارة منظر لتمجيد وتقديس هؤلاء الفراعنة من قبل صاحب المقبرة، وده بيدل على قيمة هؤلاء الفراعنة في عهد الدولة القديمة. وبكده يا جماعة نكون وصلنا لنهاية حلقة النهاردة، وإن شاء الله الحلقة الجاية هكلمكم عن واحد يعتبر من أعظم ملوك الدولة القديمة، وهو رابع ملك في عهد أسرة الرابعة، وهو الملك خفرع. وهتلاقوا لينك الفيسبوك بتاعي تحت في الديسكريبشن، متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. سلام عليكم.